عسلامة ومرحبا بكم في قناة تونسية في إسبانيا كويزين أم محمد. ولكن نبدأ قبل الفيديو متاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله في الفيديو متاعنا باش نشارك معكم زوز وصفات. أول وصفة باش نبداها بها هي طريقة تحضير القهوة البن في الدار. عندي 200 جرام قهوة كعب وعندي 50 جرام الحمص البلدي هذاك الصغير. ناخذ مقلة على النار ونحطوا كعبات الحمص، ما نغسلوهمش بالماء، دوبا ما نمسحوهم بمنديله تكون منديه ونحطوهم في المقله نطيبوهم كيما الحمص اللي باش نطيبوه في البسيسه، ولا الحمص اللي باش نطيبوه ونحطوهم بعد نرحيوه نعملوا به غريبه الحمص. المفيد ان ما نخلوشو يتحرق. في المرحله هذه صايي الحمص نتاعي طاب تويكا جا الوقت نتاع القهوه ما نطيبوهاش. شفتوا القهوه دوبا ما نحيو منها ندي والحراره نتاعها تتحملها كافي ديره، يعني تكون دافيه ما تكونش سخونه. ما كانش بعدك كي نرحيو القهوه نتاعنا ونطيبوها تعطينا بالمراره ساعه ساعه نشريو باكو قهوه بن ونلقاوها عاتي بالمراره. هذاك علاش انا نقول لكم ما تعرضوهاش ولا ما تخليهاش تطيب، دوبا ما تدفى يتنحى منها هذيك الندوه اللي كانت فيها وكاهو صايي تكون الحراره نتاعها تتحملها ايدينا. تويكا نطفيو عليها الغاز ونحيوها من المقله اللي كانت فيها باش ما ترجعش عليها السخانه. هنا حطيت القهوه والحمص، انا باش نرحيهم في الطاحونه المنزليه هذه بصراحه رحمه. نسكروا عليها مليح مليح ونرحيوها مدة دقيقتين ونتحصلوا ما شاء الله على قهوة بن ريحتها فايحة تملي الدار الكل. وتكونوا خادمين أول حاجة نظيفة وعارفين شنية خادمين، يعني بيديكم ما همش حاجات مخلطة، وهكا تحتفظوا بها تحطوها في الحكيكات البلار متاعها وتبقى لكم مدة طويلة بقدرة الله. توي كنتعداو لوصفتنا الثانية باش نشارك معكم الكرواسون بكريمة اللوز. تستحقوها في فطور الصباح. توا جاينا سيدي رمضان ان شاء الله تنجموا تحضروها من الليل للسحور. حاسيلو حاجة باهية وبنينة وتتكلف لنا اقتصادية ورخيصة على نشريوها من الباتسيري. تكون محشية بكريمة اللوز. خذيت 50 جرام زبدة، زدت عليها 2 مغارف سكر، والسكر على حسب الذوق متاعكم انتوما. نخلطوهم مع بعضهم حتى يشلين هذاك السكر يمتزج مع الزبدة ونحسوه ذاب. تحبوا تعملوا سكر جلاس اعملوا سكر جلاس، جود بالموجود. عندك سكر حبيبات اعملي سكر حبيبات. ونضيفوا عليهم غرفة صغيرة فاني ونخلطوهم هكايا مع بعضهم. وطويكة باش نضيف عليها في المجموع 7 مغارف لوز مرحي. تحبوا تعملوا لوز ابيض ولا لوز بالقشرة اللي متوفر عندكم في الدار تنجموا تعملوه. تحبوا تبدلوا زادا الفاني بروح اللوز باش تعزوا النكهة اكثر زادا ما يقلقش. وتويكا عندي عظمة ولا كعب عظم خدمتها هكايا، ونبداو نزيدو بشوي بشوي، ما تزيدوش العظم من اللول، يعني ما تضيفوهاش العظمة كاملة من اللول، على خاطر فما نوعية تاع اللوز تشرب وفما نوعية ما تشربش. تبقاو تضيفوا تدريجيا وعينكم ميزانكم، وهذا تشوفوا القوام تاع كريمة اللوز كيفاش يكون، يعني يلزم هو يكون كريمة. هنا حسيتها سايلة شوية باش نضيف لها مغرفة نتاع اللوز. نكمل نخلط هكا. يلزم القوام يكون شاد روحه شويه ما يكونش سايل باش ما يجيناش مرخوف في الفور. وتويكا خذيت كعيبات كرواسون حليتهم. الحجم نتاع الكرواسون اللي تحبوا عليه نتوما، تحبوا تعملوا كبار ولا صغار. وزاد حتى هي كميه الكريمه على حسب الكميه نتاع الكرواسون اللي باش تعملوه. نحشيوها كيف ما باينه في الفيديو ونحطوها في البلاتو نتاع الفور، والفور بطبيعته يكون يسخن على 170 درجه. نكملوا نحشيو الكعبات كلهم بنفس الطريقة. وإذا عجبكم الفيديو ما تنساوليش من لايك وكومنتاري يشجعني ويحفزني. ولو كانت مش مشتركة أختي في القناة مرحبا بك اشتركي، الاشتراك مجاني. اللي يتبقى لي من الكريمة تويكا باش ندهن به وجه كعبة الكرواسون هكايا. وبعدك تحبوا تخليوها هكايا، ولا كان عندكم شوية لوزيفيلات تزيدوا تزينوهم من فوق انتوما أحرار. وحاجة أخرى شفتوا مع الكريمة متاع اللوز تنجموا حتى تحطوا شوكولات، كان تحبوا تحطوا شوكولا من الداخل يجي اللوز والشوكولاتة يواتيو بعضهم بالكدا. بعد ما كملت زينتهم الكل من فوق تويكا باش نرشقهم بشوية كعبات لوز إيفيلي، وهذه حاجة اختيارية.
نكملهم الكلهم بنفس الطريقة. كما قلت لكم الفور قاعد يشعل على 170 درجة، وهما مش يدخلوا الفور ما همش مش ياخذوا برشا وقت، من با 10 دقائق ويخرجوا. انا خليت كعبتين من غير لوز افيلي على خاطر عندي بنتي ما تحبوش. وتوي كندخلوهم للفور كما قلت لكم يقعدوا ما بين 10 و 12 دقيقة، وردوا بالكم يتحرقوا. وتوي كمادام كعبة الكرواسون تاعنا في الفور اجاو نحضروا مع بعضنا قهوة عربي بالوجه تعمل 66 كيف حتى ولا كيلت في الزاز وزوز فناشن صغار ماء، والماء يكون بارد. راهو القهوة عربي ما نحطولهاش ماء سخون، ولا نحطوا الماء نخليوه يسخن على الغاز وبعديكش نحطوا القهوة هكاك مش تجينا القهوة طايبة وبنينة ويكون فيها الوجه. يلزم الماء يكون بارد والقهوة نعمرها وهي على البارد يعني ماهوش على السخون. والسكر على حسب الذوق. بالنسبة للقهوة حطيت 2 مغارف ونص بن، والسكر حسب الذوق. وحركتهم شوي ونحطوها على الغاز حتى نتيب وتعمل الوجه. وهاكم باش تشوفوها كيفاش الوجه متاعها ما شاء الله يشرح. احنا توانسه نحبوا القهوه متاعنا بالوجه. ونزيدو نحطوا لها قطيره زهر. على فكره الوقت اللي تريحيو القهوه لو كان تحبوا تفوحوها مثال بقشور البرقدان ولا بالهيل تنجموا. هذو مكعبات الكرواسون جاو يشرحوا، ونتقابلوا في فيديو قادم ان شاء الله.